السؤال الأول، إزاي أقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ إجابة السؤال ده في القرآن الكريم. قرب من ربنا سبحانه وتعالى لما تقرأ القرآن الكريم. أفضل شهادة القرآن الكريم شهادة الوليد بن المغيرة، راجل مشرك وأشد أعداء الكفار للمسلمين. لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، لما المشركين بعتوه علشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه ويقول له إن كنت تريد ملكا ملكناك وإن كنت تريد مالا أعطيناك من أموالنا، وقعد يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آخر خالص النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة فصلت، وعندما انتهى عند السجدة قال: انتهيت. فرجع الوليد بن المغيرة للمشركين فقال: إني سمعت كلاما من محمد ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، والله إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغضب وإنه يعلو ولا يعلى عليه. دي كانت أفضل شهادة للقرآن الكريم، وكانت من واحد كافر، من واحد مشرك. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن كان أنزله الحكمة عنده سبحانه وتعالى، ونزل القرآن شفاء لما في الصدور. تعريفه هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن الكريم ما أنزلش القرآن الكريم عشان نكتبه في براويز ونعلقه على الجدران في الشقق والشركات والمكاتب. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن ما أنزلش القرآن عشان النساء تتزين به في السلسلة في رقبتها. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن ما أنزلش القرآن علشان الملوك والرؤساء يتهادوه بكل أدب وأخلاق. ربنا أنزله علشان نقرأه، نتدبر فيه، ونفهم معانيه، ونحس بقلبنا وعقلنا ومشاعرنا كلها. السؤال الثاني: ازاي انتظم في الصلاة؟ هتنتظم في الصلاة لما تقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. العلماء لما جم يفسروا الآية ديت قال لك: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ليس من أضاعها بالكلية. أضاع الصلاة معناها إن هو اتأخر عن أداء الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هنا وعد ووعيد، ربنا أوعده اللي بيتكاسل بس عن أداء الصلاة في وقتها. افتكر قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يقول أهل العلم أن ذكر الله في هذه الآية هو الصلوات الخمس، وكأنه سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلوات الخمس ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هتفتكر ان انت لما تموت وتخش القبر مفيش حد هيجي معاك لا من اهلك ولا من مالك غير عملك وصلاتك، وهينادى عليك بلسان الحال: رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وعلى الحساب عرضوك ولو ظلوا معك ما نفعوك. مش هينفعك في يوم القيامة وفي القبر إلا عملك والصلاة. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة.